إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قصة في حديث، برنامج يعده ويقدمه رجب خليل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. طلب أبو هريرة رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل ليهدي أمه المشركة، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمام مسلم: فخرجت أعد أبشرها بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتيت الباب إذا هو مجاف، وسمعت خضخضة الماء، وسمعت خشف رجلي، فقالت: يا أبا هريرة كما أنت، وفتحت الباب ولبست درعها وعجلت عن خمارها، فقالت: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن، فقلت: يا رسول الله، أليس قد استجاب الله دعوتك فهدى أم أبي هريرة؟ ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلي وإليها. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب عبدك وأمه إلى عبادك المؤمنين وحببهم إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، معنا لمواصلة الحوار والحديث حول هذه القصة الأستاذ الدكتور حلمي محمد القاعود، الأستاذ بجامعة طنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمن حسن الخلق البر بالوالدين، وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه بارا بأمه المشركة، ولذا طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه بالهداية ودخول الإسلام، وقد دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم، واستجاب الله سبحانه لدعائه فأسلمت وحسن إسلامها، وكانت مع ابنها أبي هريرة من أحب عباد الله إلى المؤمنين. وقد انشرح صدر أبي هريرة رضي الله عنه حين سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لأمه بالهداية، فخرج يعدو أي يجري ليبشرها بهذه الدعوة. وحين وصل إلى باب البيت فإذا به يراه مغلقا، أو حسب روايته فإذا هو مجاف، ولكنه سمع صوت الماء في الداخل، أو قد خضت الماء، حيث كانت أمه تغتسل وتتطهر إيذانا بدخولها الإسلام، كما يجب على كل من يدخل الإسلام أن يقوم بالاغتسال. وحين سمعت صوت قدميه بالخارج أو خشف رجليه كما يقول الحديث، طلبت منه أن يبقى في مكانه حتى تلبس ثيابها، ولبست درعها وعجلت عن خمارها. وهنا سنجد بعض روايات الحديث أو القصة تختلف قليلا في صياغة هذه اللحظة، أي قدوم أبي هريرة على أمه، ولكنها تتفق على أن أبا هريرة
جاء ليبشر أمه بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجدها تغتسل ثم تعلن إسلامها بنطق الشهادتين. وها هنا يبكي أبو هريرة من شدة فرحه بإسلام أمه. نعم، إسلام أبي هريرة أفرحه وأسعده حتى بكى من الفرح كما كان يبكي من الحزن، وكان عليه أن يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبره أن الله استجاب لدعائه، وأنه هدى أمه التي أعلنت الإسلام وتركت الشرك. وكان فرح أبي هريرة دافعا له إلى طلب دعوة أخرى لها دلالة أخرى تستمر مع الزمان والمكان إلى ما شاء الله، وهذا الطلب هو أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحبب الله أبا هريرة وأمه إلى عباده المؤمنين ويحببهم إليه وإليها. ودعوة الحب التي دعاها الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قد استجيبت وتحققت، وصار المسلمون في زمنه وبعده يحبونه ويحبون أمه، ويرددون اسمه في شتى المناسبات التي تقتضي ذكر ما رواه من الأحاديث وما جرى منه في علاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نحب أبي هريرة، ونحن نحب أبا هريرة رضي الله عنه. سنلاحظ أن استجابة الدعاء لأبي هريرة وأمه كان تكريما إلهيا لهما، فضلا عن كونه تكريما للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان يحرص عليه الصحابة رضوان الله عليهم، حيث يطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم. وكانت الاستجابة الإلهية تصديقا لقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأيضا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء هنا مقرون بعبادة الله وتعبير عن طاعته واستسلام لإرادته، ومن كان الله معه فلن يضل ولن يخيب. وقد استفاد أبو هريرة رضي الله عنه من صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يطلب منه الدعاء، وكان المولى سبحانه يستجيب له. لقد صحب أبو هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم 4 سنوات مباركة بعد غزوة خيبر، وكانت سنه إذ ذاك قد جاوزت 30، فكان ملازما له في حركته وصلاته وحجه وغزوه ومجالسه، بل كان يقيم في المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم أمامه يتلقى عنه العلم ويشاهد تطبيق الشريعة. وذهب إلى البحرين ليؤم أهلها في الصلاة ويؤذن لهم ويعلمهم أمور دينهم كما شاهدها في موطن النبوة، وكان حريصا على سماع الحديث وسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يجيبه على كل ما يسأل عنه. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون ظل أبو هريرة رمزا من رموز العلم والمعرفة التي عرفها صدر الإسلام، ففهم ووعى وروى، ولذا يركز خصوم الإسلام وأتباعهم من المنافقين على تشويه صورته والتشكيك في روايته لهدم ثوابت هذا الدين، ولكنهم بفضل الله ينهزمون، ثم بفضل العلماء الثقات الذين يجلون صورته ويضيئون تاريخه الصحيح.